بعد الأداء المبهر اللي قدمته البرازيل في الأراضي المكسيكية في كأس العالم 1970 وفوزها باللقب واكتساحها الأتزوري في النهائي 4-1، اعتزل عدد كبير من لعيبة البرازيل وعلى رأسهم الأسطورة بيليه. وده ادى فرصة لمنتخبات تانية إنها تظهر وتهيمن على الساحة العالمية بأفكار وفلسفات كروية مختلفة وجديدة وثورية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد خليفة وهكلمكم النهاردة عن يوم من أهم الأيام الكروية في التاريخ، نهائي كأس العالم 1974 بين هولندا وألمانيا الغربية. وقبل ما أكلمك عن اللي حصل يوم المباراة، لازم الأول نتكلم عن الظروف السياسية والاجتماعية للبلدين قبل كأس العالم عشان تعرف مدى انعكاس ده على تفكير وأداء كل منتخب فيهم في البطولة. بعد نهاية الحرب العالمية التانية، هولندا كانت بلد كئيب، بس في منتصف الستينات حصلت حاجة مختلفة هناك. الشباب انفجروا، كان في ثورة شبابية حقيقية. أمستردام في الوقت ده بقت معقل حرية التعبير عن النفس، وده انعكس على ثقافة الشعب. بدأت ثقافة الهيبز تنتشر بشكل كبير في أمستردام اللي في الستينات ما كانش فيها قيود تماما على الفكر. انتشرت المخدرات بين جزء كبير قوي من الشباب، جزء للانبساط وجزء تاني لأنهم كانوا بيشوفوا في ده الثورة على المجتمع الممل الروتيني الكئيب. انتشرت حركات هدفها الأساسي هو استفزاز السلطات العجوزة المهترئة زي حركة روفو الأناركية، نشاط ثوري بيعبر عن جيل البيبي بومرز، وده الجيل اللي اتولد بعد دمار الحرب العالمية التانية. الحقيقة إن النشاط ده كان نشاط عام في أوروبا مش هولندا بس. يعني على سبيل المثال في إنجلترا ظهرت فرقة الخنافس، وفي فرنسا حصلت مظاهرات 68. طب أنا بقول كل ده ليه بقى؟ عشان شوية العيال اللي شعرهم أصفر طويل، الخنافس الهولنديين اللي قدموا للعالم الكرة الشاملة وأبهروه. كورتهم المتحررة كانت تعبير عن النشاط السياسي والتوجه المجتمعي في أمستردام وهولندا كلها. أمستردام الستينات مفيش قيود على الإبداع والفكرة، كل فكرة جديدة ومبتكرة ليها مكان. الثقافة دي ما كانتش منفصلة أبدا عن كرة القدم. نادي أياكس أمستردام ونجمه الأسطوري يوهان كرويف أصبح رمز من رموز الحركة الشبابية في هولندا، رمز الحرية والإبداع. وبما إننا بنتكلم عن الكرة الشاملة، فلازم هنا نقول اسم العظيم رينوس ميخيلز اللي يعتبر مؤسس الكرة الشاملة اللي اكتسحت أعتى منتخبات العالم. لكن الحقيقة إن أياكس ما بدأش يحصد نتائج الكرة الشاملة غير بعد رحيل رينوس ميخيلز، والسبب في ده في رأيي هو شخصية ميخيلز القوية المرعبة اللي أيدت اللعيبة بشكل أو بآخر جوه أرض الملعب. لكن لما جه مدرب تاني بشخصية أضعف اللي هو ستيفان كوفاتش، ادى للعيبة دي بالظبط اللي هم عايزينه، اداهم الحرية. الحرية اللي فتحت مجال لإبداعهم في الملعب. وبما إنهم جيل موهوب، فالنتيجة الحتمية كانت اكتساح أوروبا 3 سنين متتالية. الكرة الشاملة عبارة عن نظرية تكتيكية كروية بتعتمد في الأساس على قدرة اللاعب الواحد شغل أكتر من مركز في أرض الملعب. أهم عنصر في النظرية هو اللاعب نفسه، لأنك بتحتاج إن اللاعب الواحد في نفس المباراة ممكن يلعب مدافع وخط نص ومهاجم لو لازم الأمر. لو لاعب اتحرك من مكانه لازم لاعب تاني يجي يملى مكانه وبسرعة عشان تحافظ على تنظيم الفريق جوه أرض الملعب. وده ترويضا لفكرة إن الفردية لا يمكن أبدا إنها تتغلب على الجماعية المنضبطة والمتفاهمة. عايز أقولك إن في الفترة من سنة 70 لحد سنة 72 نادي أياكس أمستردام عمل كل حاجة ممكن تحصل في الكورة: 2 دوري محلي، كاس هولندا، دوري أبطال أوروبا، وكمان كاس انتركونتيننتال. أياكس لعب 46 مباراة فاز بيهم كلهم. طبعا الاتحاد الهولندي لما شاف النجاحات الساحقة لنادي أياكس على المستوى الأوروبي والعالمي قرر انه يطبق مع المنتخب نفس طريقة لعب اياكس. وهنا اول تفكير جه في دماغ المسؤولين هو التعاقد مع اللي اخترع الطريقة دي، العظيم رينوس ميخيلز اللي جه خلفا للالماني جورج كيسلر. عمنا ميخيلز ما كدبش خبر واستلم زمام الامور قبل كاس العالم 1974، وبدأت البطولة وبدأ معاها قصة من اجمل القصص الكروية في تاريخ كاس العالم. اسمح لي بقى اخدك من امستردام ونسافر 650 كيلو متر لحد ما نوصل لبرلين عاصمة ألمانيا. بعد خسارة ألمانيا الحرب العالمية الثانية لصالح دول الحلفاء وانتحار هتلر سنة 1945، انتهى تماما الوجود النازي من العالم. ألمانيا اتقسمت طبقا لمؤتمر بوتسدام ل4 مناطق، كل منطقة بتسيطر عليها دولة من دول الحلفاء: فرنسا في الجنوب الغربي، بريطانيا في الشمال الغربي،
الولايات المتحدة في الجنوب والاتحاد السوفيتي في الشرق. في 24 يونيو 1948 زود الاتحاد السوفيتي بقيادة الزعيم الشيوعي جوزيف ستالين الحصار على برلين، الأمر اللي اضطر أمريكا وإنجلترا وفرنسا إنهم يعملوا جسر جوي ينقل المساعدات لبرلين، الجسر اللي كان بمثابة النجاة لأهالي برلين، وكان ضروري جدا لإبقاء الألمان على قيد الحياة. وده طبعا ما عجبش السوفييت، ومن هنا بدأت قصة العداوة بين السوفييت والأمريكان، الأمر اللي تسبب بعد كده في الحرب الباردة اللي فضلت مستمرة من نهاية الأربعينات وحتى نهاية التسعينات مع سقوط الاتحاد السوفيتي. في 23 مايو 1949 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قيام دولة ألمانيا الاتحادية اللي اتعرفت بعد كده باسم ألمانيا الغربية. وفي 7 أكتوبر 1949 أعلن الاتحاد السوفيتي قيام جمهورية ألمانيا الديمقراطية اللي اتعرفت بعد كده باسم ألمانيا الشرقية. ومن هنا تم تقسيم ألمانيا رسميا. ومع تصاعد الأحداث بين الإمبراطوريتين روسيا وأمريكا ما كانش في حل إلا تقسيم ألمانيا على أرض الواقع، ومن هنا جت فكرة بناء جدار برلين اللي اتبنى في 1961 وانتهى وجوده في 1990. لكن مع نهاية الستينات وبداية السبعينات كانت ألمانيا الغربية بتمر بتحول سياسي واجتماعي كبير. البلد بدأت تشهد نمو اقتصادي كبير وسريع جدا فيما يسمى بالمعجزة الاقتصادية الألمانية، لكن ده كان بيواجهه حركات طلابية واحتجاجات اجتماعية طالبت بعدم الاكتفاء بالإصلاحات الاقتصادية والعمل على إصلاحات ثقافية واجتماعية، وده كان لحرصهم على استعادة ألمانيا للهوية الوطنية اللي ضاعت تماما بعد دمار الحرب العالمية الثانية وتقسيم ألمانيا بين دول الحلفاء. كل التغييرات والتحديات اللي واجهت ألمانيا دي أثرت على طريقة لعب وتفكير اللاعبين الألمان بقيادة مدربهم هيلموت شون. ألمانيا وعلى عكس هولندا كانت بتعتمد تماما على الانضباط التكتيكي والأداء الدفاعي المحكم بقيادة العظيم فرانس بيكنباور. الحقيقة إن رهان المدرب هيلموت شون كان على إنه عنده لعيبة تمتلك حلول فردية على مستوى عالي، وده اللي ممكن يديله أفضلية لو قرر يلعب على غلطات الفريق الهولندي. ومش بس بيكنباور اللي كان بيمتلك قدرات فردية عالية، لا، ده كمان كان موجود مهاجم أسطوري في الجيل ده اسمه جيرد مولر، مهاجم من اللي ما بيضيعش. وجوده في منطقة جزاء الخصم كان بيسبب رعب لخط الدفاع بسبب قدرته الهائلة على استغلال أنصاف الفرص، وده بالظبط اللي كان بيدور عليه هيلموت شون. هو كان متأكد تماما انه من الصعب جدا مجرد شوية العيال الهولنديين دول في الضغط العالي والتحرك بدون كرة وتغيير المراكز المستمر اللي يلخبط اي فريق، فما كانش عنده حل الا الاحكام الدفاعي والاعتماد على مهارة لاعيبته اللي تقدر تستغل اي فرصة وتترجمها لهدف باقل مجهود واقل عدد من التمريرات. ومع وجود لعيب بقيمة بول برايتنر في خط النص، عملية الخروج السريع بالكرة ونقلها للتلت الامامي كانت اسهل بكتير لابناء المدرب هيلموت شون. نبدا بقى كاس العالم ونشوف مشوار المنتخبين من اول مباراه لحد ما وصلنا لافضل يوم في تاريخ الكوره. كاس العالم 1974 كان بيضم 16 منتخب بيتقسموا لاربع مجموعات، الاول والثاني من كل مجموعه بيصعد لدور الثمانيه، وبعد الصعود الثمان فرق بيتقسموا على مجموعتين، يصعد اول كل مجموعه للمباراه النهائيه. هولندا وقعت في دور ال 16 في مجموعه بتضم هولندا والسويد وبلغاريا واوروجواي. بدأت أول مباراة لهولندا مع الأوروجواي وقدرت هولندا إنها تفوز 2-0 وتقدم أداء جيد جدا، لكنها تعطلت في تاني مباراة قدام السويد وتعادلت 0-0. وفي آخر مباراة اكتسحت بلغاريا بنتيجة 4-1 وصعدت أول مجموعة برصيد 5 نقط. طبعا وقتها الفوز كان بنقطتين والتعادل بنقطة. وفي دور الثمانية وقعت هولندا في مجموعة نارية بتضم الأرجنتين، البرازيل، هولندا، ألمانيا الشرقية. لكن هولندا من أول مباراة قدرت توري العالم العين الحمراء واكتسحت الأرجنتين 4-0 وقدمت أداء أذهل كل المتابعين للبطولة في الوقت ده. وفي تاني مباراة قدرت تفوز بسهولة على منتخب ألمانيا الشرقية 2-0، ويجي الدور على مواجهة حامل اللقب المنتخب البرازيلي عشان هولندا تقدر تثبت للعالم كله إنهم جايين البطولة يغيروا تاريخ كرة القدم. ومش بس التاريخ، لأ، ده كمان جايين بثورة تكتيكية غريبة محدش شافها قبل كده لكنها ناجحة جدا، وقدرت استراتيجيتهم انها تقتحم عالم كرة القدم بسرعة كبيرة جدا وتبقى من اهم المدارس التكتيكية في العالم. هولندا فازت على البرازيل 2-0 وصعدت اول مجموعتها عشان تقابل المنتخب الثاني اللي هنتكلم عليه دلوقتي، منتخب المانيا الغربية. بما ان المانيا الغربية هي مستضيف البطولة فوقعت في المجموعة الاولى اللي كانت بتضم المانيا الغربية وتشيلي واستراليا والمانيا الشرقية. صعوبة مجموعة المانيا مش في تقل منتخباتها، لكن في وجود ألمانيا الشرقية في نفس المجموعة، وده اللي عمل ضغط كبير قوي على المنتخبين بسبب الظروف السياسية اللي اتكلمنا عنها من شوية.
وبالفعل على الرغم من الفرق الكبير بين المنتخبين اللي طبعا لصالح ألمانيا الغربية، إلا إن ألمانيا الشرقية قدرت تفاجئ العالم وتصعد أول مجموعة بعد ما فازت على استراليا وتشيلي، وكمان فازت على ألمانيا الغربية في مباراة كانت مفاجأة كبيرة جدا في عالم كرة القدم. وعلى الرغم من إن المنتخبين دخلوا المباراة وهم ضامنين الصعود بعد ما فازوا الاتنين على تشيلي واستراليا، إلا إن المباراة كانت صعبة قوي على المنتخبين وكانت محل اهتمام العالم كله وقتها. ألمانيا الغربية سيطرت على اللقاء وجالها فرص كتير جدا، لكن قدرت ألمانيا الشرقية إنها تحرز هدف في آخر ربع ساعة من المباراة. يورجن شبارفارسر، ويا رب أكون نطقت اسمه صح، المهم يعني الراجل ده بيقول إن لو اتشال اسمه من على شاهد قبره واتحط بس جملة هامبورج 1974 الناس هتعرف مين صاحب القبر. الهدف أصبح مشهور جدا في ألمانيا الشرقية لدرجة إن الناس كانت بتسأل بعضها كنت فين لما تسجل الهدف ده. ألمانيا الشرقية فاجأت العالم كله بأدائها في المونديال، ورغم إنها خرجت من دور الثمانية إلا إنها قدمت بطولة كانت مرضية تماما لكل جماهير ألمانيا الشرقية، مع الأخذ في الاعتبار الفرق الكبير بين المنتخبين في كرة القدم. نرجع تاني بقى لألمانيا الغربية اللي صعدت لدور الثمانية بعد ما احتلت المركز الثاني في مجموعتها عشان تقع في مجموعة بتضم ألمانيا الغربية، بولندا، السويد، يوغوسلافيا. ألمانيا الغربية كانت عايزة ترد اعتبارها بعد الخسارة المفاجئة من ألمانيا الشرقية، فدخلت دور الثمانية بدوافع أكبر وقدرت فعلا إنها تكسب يوغوسلافيا 2-0، وبعدها تكتسح السويد 4-2 بعد ما عملت ريمونتادا كبيرة في الشوط الثاني اللي دخلته وهي خسرانة 1-0 من منتخب السويد. وفي آخر مباراة كسبت بولندا 1-0 عشان تصعد أول مجموعة وتقابل منتخب هولندا. ليه بقى اسمها معجزة ميونخ؟ تعالوا نشوف إيه حصل في المباراة نفسها. هولندا بدأت المباراة بطوفان هولندي بيجتاح الدفاعات الألمانية. كرويف بيعدي من واحد والتاني ويدخل منطقة الجزاء في أول هجمة لهولندا عشان يضطر المدافع إيرميشر إنه يحط رجله معاه والحكم يصفر ويحتسب ضربة جزاء لهولندا في أول 52 ثانية. يدخل نيسكنز ويسجلها عشان تتقدم هولندا 1-0 في أول دقيقة. هنا بقى العالم كله توقع اكتساح هولندي لألمانيا زي ما حصل مع الأرجنتين والبرازيل في دور الثمانية، لكن الحقيقة إن ألمانيا الغربية ردة فعلها كانت عنيفة جدا وقالت لا كرة شاملة ولا بتاع، وبدأت تسيطر تماما على مجريات اللعب، وحاولت أكتر من مرة عن طريق لاعب بايرن ميونخ برايتنر والهداف التاريخي لمنتخب ألمانيا جيرد مولر، لحد ما في الدقيقة 25 ياخد هامان الكرة ويقرر يعمل نفس اللي عمله كرويف بالظبط ويقتحم منطقة الجزاء عشان يضطر المدافع الهولندي يانسن انه يحط رجله معاه ويتسبب في ضربة جزاء. يدخل برايتنر ويسجلها عشان تبقى النتيجة 1-1. ألمانيا الحقيقة ما غلطتش غلطة هولندا وعملت زيها ورجعت لما سجلت، لا خالص، بالعكس ألمانيا كملت سيطرة على المباراة وشكلت خطورة كبيرة جدا على هولندا لحد ما نجحت فعلا في الدقيقة 44 انها تجيب الهدف الثاني عن طريق جيرد مولر اللي بيسجل رابع هدف له في البطولة دي. انتهى الشوط الأول بتقدم الألمان 2-1. رينوس ميخلز بين الشوطين غالبا جاب الخرزانة ودور الضرب في الرجالة الهولنديين، وده خلاهم يدخلوا الشوط الثاني ويتحولوا 180 درجة ويبدأوا يقدموا للعالم شوط هولندي من أجمل الأشواط في التاريخ. تطبيق الكرة الشاملة كما يجب أن يكون. دخول فان ديكندورف مع وجود يوهان كرويف في أرض الملعب ادى هولندا قوة هجومية كبيرة جدا وكانوا قريبين جدا من التعادل وجات لهم فرص خطيرة تخليهم يتعادلوا ويكسبوا كمان لو اتسجلت، لكن المباراة انتهت 2-1 لألمانيا اللي فازت بتاني كاس عالم في تاريخها، بس ده بطعم مختلف لأنه على أرضها وسط جمهورها. وبالرغم من أهمية المباراة لأنها في نهائي كاس عالم، لكن نتيجة المباراة نفسها ما كانتش مهمة. اللي كان مهم وقتها هو دخول كرة القدم استراتيجيات جديدة سواء الاستراتيجية الألمانية أو الهولندية. ما تقدرش أبدا تقول إن الانضباط التكتيكي انتصر تماما على الكرة الشاملة، لأن في أوقات كتيرة جدا بيحصل العكس وتنتصر الكرة الشاملة. الفكرة هنا في قيمة المباراة بالنسبة للمجتمع الكروي. المباراة من كتر أهميتها بقت بتدرس في أكاديميات كرة القدم وخدت لقب أهم يوم في تاريخ كرة القدم. ناس كتيرة بتقول إن منتخب هولندا هو أفضل منتخب خسر كأس العالم على الإطلاق، لكن في رأيي إنه فنيا فعلا أفضل منتخب، لكن كمردود طول البطولة فمنتخب البرازيل في كأس العالم 1982 كان أفضل منتخب خسر كأس العالم على الإطلاق. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس. شكرا وأشوفكم على خير.